votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV. عليهم ولا الضالين اللهم انك سلط علينا شيطانا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا مطلعا على هوناتنا يرانا هو قبيل من حيث لنا له فايس منا كما ايسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من حفظك على اهل السماء واهل ذكري وقوم امري كله ما قليت دائمتي اللهم انا ندعوك بكل دعوه دعاك باهل المعرفه بك والقرب منك من الانبياء والمرسلين والانبياء والصالحين وباسمك العظيم الاعظم ووجهك الكريم الاكرم وباسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم وبحرمه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل صفاتي من قصدته بزوجات الطاهرات وان سترايات البينات ان تنقلنا يا الله من الشقاوه الى سعادتك ومن المعصيه الى طاعتك ومن النار الى الجنه ومن السخط الى الهدى ومن السيئات الى الحسنات ومن الفقر الى الغنى ومن القبر الى البسط ومن الضيق الى سعادتك ومن الإرادة الى الكرامه ومن المرض الى صحتك ومن انواع الشر وازنها في كلها الى انواع الخير وازنها في كلها انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير نعم المولى ويا نعم النصير اللهم يا الله انك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم امراضنا فاصلها وتعلم هوائجنا فاقضها يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك امن من كل شيء وكل شيء خائف منك وبأمرك من كل شيء وخوف كل شيء منك امنا مما نخاف انك على كل شيء قدير اللهم اني اسالك باسمك الذي سعت به البحر وابلغت به الامر وقدرت به رزقك واصبرت به سترا وابلغت به البحر وقصدت به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ان تعيننا على ما رزقتنا ولا تعوينا لخير وجهك الكريم وعينا على طاعتك ما ابقيتنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسر اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث رسولا منهم يدعو لما ياتي ويسقيهم ويهدي الكتاب والحكمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الكرامة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا يلبس الميعاد ربنا أفرغنا صبرا وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الكرامة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن لا يبلغ الميعاد ربنا آمنا بما أرسلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سميع مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أخرجنا من هذه القرية
النعيم أهلها واجعلنا منك نذيرا ربنا وسعت كل شيء رحمة وحلما فاغفر للذين تابوا وتبوا سبيلك وتوفوا ربنا وادخلهم جنات ليت وعدت من سلام أبائهم وصوائهم وسرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا استغفرنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا يومنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الساخرين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أكثر الناس تهديهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربي بما أنعمت علي فلن أكون سيدا للمجرمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضروني الحمد لله الذي خلق الحوادم ويسر الهلوم ويجرى الأفلاك وسقر في علم المنطوق والمفهوم وسقر النجوم واستوى في علم المنطوق والمفهوم ويعلم السواهر وسر المكتوم ولكل حي عنده رزق مقسوم واجر مختوم ليوم معلوم الله لا اله الا هو الحي القيوم افنى القرون الماليه قوما بعد قوم وابار الدهور الخاليه يوما بعد يوم وعدل في احكامه فلم يلق لهم سبحانه لا تاخذه سنه ولا نوم تعبد البرايا فردا بعد فرد ويسر الهدايا فافضل في البسط وعدل في القبر سبحانه له ما في السماوات وما في الارض ومن خلق ما شاء كيف شاء واختص من شاء له ما في السماوات وما في الارض واصبر على المساءات كثيف ستري وسكن روحات الخائفين بامنه ومنه ومن على المؤمنين بلطف منه ويسر طاعه العباد لسبحانه بحمده سبحانه لا تاخذه سنه ولا نوم تعبد البرايا فردا بعد فرد ويسر الهدايا فافضل في البسط وعدل في القبر سبحانه له ما في السماوات وما في الارض وما في السماء الذي يسوع خلق ما شاء كيف شاء واختص من شاء بما شاء وقدر شاء على ما شاء سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء مكون دارين وخالقه ومنشئ صخرين ومالكه ورب المشرقين ورب المغربين وما بينهما سبحانه وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما فتبارك الله ربنا ذو اللسان الذي لم يشارك في اصل قديم على الاولياء دارين واكرم في ابي النسل الكريم وعلى الاعداء حسب الجريم يضل من يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد الامين المختار صاحب المعجزات والاثار والدلالات والاسرار والكرامات والانوار صلى الله عليه وعلى اله الابرار وآل بيت الاطهار واصحاب الاخيار والمهاجرين والانصار وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم انزل علينا في هذه الساعه من خيراتك وبركاتك افضل ما انزلته على عبادك وقصدت به احباك واسفياك وانصرنا يا الله بعد حفظك وحلاوه المغفره وهون الموت وكامل المعرفه ولقاك واتمنى يا رب العالمين وانصر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا يا الله منك محبه وقبولا وامانه وتوبه ومغفره قوم الحاضرين في كم حماقكم قوم الحاضرين في السنغال قوم الحاضرين في جمهوريه العالم باجمع قوم الحاضرين والقائمين على الاحياء والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ما اسرعتك بكلماتك واخرب صلاتك امرك اسالك بما اسرت في الحاسب واسمك الحاسب الاحسن المالك الحاسب الاحسن المكن المحصول الذي لم يتلي من خلفك يعلم سلالات الذي لا يطرحها احد يا المعروف
المعروف ليس لا ينقطع ماله ابدا ولا شيء غيرك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم اجعل لنا من كل امر فرجا ومخرجا انك على كل شيء قدير. اللهم اني اسالك باسمائك التي اسالك بها ابواب السماء للفرج ان فرجا، واسالك يا الله باسمائك التي اسالك بها مضائق ابواب الارض للفرج ان فرجا، واسالك باسمائك التي اسالك بها ابواب الحسن لليسر تيسرت، واسالك يا الله باسمائك التي اسالك بها على القبور للناس انتصرت. اللهم انا لك عليه حقا، اللهم انا لك علينا، اللهم إن لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفر لنا، وما كان لخلقك فتعملها واهدنا بحلالك عن حرامك وبدعمتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. إلهي ما أسرمتك من بكلماتك وأقرب الانتصالات أسألك بما أسرت في الحرس ونسبك الحرس المجيد المميت فأنت الملائكة إنسان مناسبا لتلك الحضرة، فكل منهم روح وكل نفس من أنفاس روح وكل منهم أسأل الحرس متجليك بأسمائك فانقلها سوات بتلك الأذكار فهم ساهلون من صفتهم ساكنون من سكلي وساهلون من سكرهم من أيش اسم أنت ومن حيث سولي هو ومن حيث رحمتي ومن حيث تجلي ومن حيث ستري هي ومن حيث تسبيح سبحانك ما أحسن سلطانك وأحسن سهنك أعطى حلمك وصرف تقديرك ونفس إرادتك وجهنا يا الله بشرة مادية من تصريف قدرتك في كل فعل باسم في كل فعل باسم يا الله يا رحمن. اللهم إني أسألك يا حالم الخفية ويا من السماء بقدرة مروية ويا من الأرض بقدرة ماسية ويا من السماء بقدرة مدية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مسرقة مضيئة ويا مقبلا على كل نفس زكية ويا مسكن رب الخائفين وللبلية ويا من هو يلقى الخير مقلية ويا من ينجي يوسف من العبودية ويا من ليس له باب ينادى ولا ساحب يخشى ولا لب خير يدعى ولا يزداد على الأوائل إلا كرما وجودا. صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أتنا سؤالنا على الحصول على سعادة داره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نحن حبيبك، اللهم إنا حبيبك وبنو عبيدك بنو إمائك، نحن واقفين في هذه البقعة المباركة الطاهرة ماضين كفرا راجين كفرانا منك يا الله. بنانا لا سالك اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وسكرنا وانسانا وكبيرنا وسقيرنا وحبنا وحبيبنا وهدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا من نسب له الحياة ولا منسوب لخيره بما نسبه إلى نفسه تعظم سبحانك أسماؤك وتنصر مسابة الأمثال والنزير، فأنت الحق أبدا وسبب في حياتك الأبدية، فانقصت الحياة من حياتك، فأنت الباقي فلك البقاء دائم وهذا فناء المروقين وكما لك البناء ولعبادك فناء، فأمرك يا إلهي نافس وحكمك ليس له مهاند، فقد سابت الأفراد ونسبت الأمداد وانقمع الملحدون بوجود بقائك في غيبوبية حياتك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أحسنا يا الله يا خالق السماوات والأرض ويا من ينجي يوسف من العبودية ويا من ينجي موسى من فرعون ويا من ينجي إبراهيم من النار. رب تقبل دعانا بسر أسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا
ودود يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا حليم يا كبير يا عزيز يا مقيم يا عزيز يا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيب يا باعث يا سيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حبيب يا موسي يا مبيو يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا سمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا مقسط يا جامع يا قني يا مخي يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رزق يا صبور جل جلاله الذي تقدست الاسماء ذاته وتنزهت عن مصابه الابصار صفاته وهو ديمم واحد لا من قله واحد لا من قله وموجود لا من قله بالبر محروف وبالإحسان موصوف معروف بلا قاية وموصوف بلا نهاية أول بالابتداء وآخر بالانتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفني تداول الأوقات ولا تهين سنون كل المخلوقات أرض وسمتي وأرض بالكاف والنون بسكر أنسان مولسون وبرؤية تقل الهيون وبتأييد تاج الموهلون قبل أهل طاعته إلى صراط مستقيم وعلى أهل محبته جنات نعيم وعلم هذا النفاس مخلوقاته بهم القديم ويرى حركات أجل دمه في جميع الليل الدهيم يصبر الطائر في رقيه ويمجر الوصف في قفه ميت بعمل الحب سره وجهره وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره وتطمئن القلوب الوجلة بذكره وكسجده ومن آيات أن تقوم السماوات بأمره أعطى بكل شيء علما وغفر صدور المسلمين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك لما تشاء قدير وبالإجابة جدير ويا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوة الا بالله الهدي الحسيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك جل وجهك واسداؤك يغفر الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما بحسته يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت برحمتك نستغيث ومن حسابك نستجير يا قياس المتقسين لا اله الا انت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقسنا وارحمنا برحمتك يا رب اللهم لا تخيبنا في معصى ولا تعلمنا فيما يا رافع يا محس يا صاهر يا حي يا قيوم اللهم اني اسالك يا قائد اسمائك وصفاتك العاليه يا الله ان ترفعنا مكانا عليا مع الحس وصور تامي على اهل السماء واهل ذكري وقلب امري كل ما الالف دائما ربي اخلصنا في بحر من نور هيبتك أتاف يمينه وفي وجهه سعة هائبة تقطع أبصار الحاسدين من الجن والإنس فتامين عن رب سامي الحسد في قطاس نعمتي وأجبنه رجال من نورك أما باسمك الذي لم يطلع أن ينقلك يا حليم سل أنات الذي لا يقدر على أتياتي يا سل محروف الذي لا ينقطع ربنا ولا يشيء خيرك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعانا اللهم تقبل دعانا اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما تلونا وبركة ما دعونا في هذه البقعة المباركة هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وآل بيت الطيبين وإخوان الأنبياء والمرسلين وخاصة إلى على إبراهيم مساحه ولوالديه وإخوانه وأخواته وزوجاته وحماته وأحمامه وقالاته وأخواله وتلاميذه ومحبيه ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيك الامي وعلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اخلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم ملء ما حلم وعدد ما حلم وزنة ما حلم صلاة عظيمة القدر والمقدار
تعلم بسرها وبسر سرها وبسر من سلت عليها وبسر من سلا بها من بروس سرها إلى دار القرار أن تصلي وتسلم على من شرفت بها وشرفت به سر وجودها ومن باي فضلها وجودها سر سري أساري سره في كل سر سيدنا ولنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وأتوابدنا اللهم ما فاتنا بها من هم الليل والنهار وتقبل منا ما وفقنا له من الصلوات والفرائض والنوافل والأوراد والأذكار وكم نهنا من سر سرها ما منت به أهل السر والأسرار سابرين وصادقين والقانتين والمنفقين والمتقين بالأسرار بماضي الفضل والجود يا عليم يا ستار اللهم استرنا بسترك الجميل كما سترت نفسك ولا يمتلك برحمتك يا رب العالمين اللهم استرنا بسترك الجميل كما سترت نفسك ولا يمتلك برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الكامل المختار محمد الفاتح القاتل نور انوار المعارف وسيد اسرار الاخبار وبمكنونك ومحصولك وصفتك ومن الحادثات وفطر قلبك الحادثات ومصدر صفاتك وسيد همك ونور وحدك وبسات رحمتك وبصفحتك وسمانية وبصفحتك وسمانية وبصفحتك وسمانية والألوان المتصلة اللهم صل وسلم على ساعة المحمدية عين البارقة لطيفة الأحمدية مصباح الرحمة أقصد الحنفية شمس السماء سر الأسرار مصر الأنوار قطب فلك الجمال مركز مدار الجلال والقلب المالئة من فهومتك ولفظة ناتقة من جلالك والأسر السامية من كلامك نبيك المصطفى ورسولك المرسلى وبنور الأبيض وبنور الأحمر وبنور الأحمر وبنور الأصفر وبنور الأكبر وصدري مدلسم وبجسمه وذاته أحمد القاتل صاحب الحق ومقدار الحسين صاحب اللاصمة والوظيفة وبسر لديك وبسرك لديه صلاة تحالفنا بها إياه يا من أسأل الجميلة وستر القبيح ولم يواقف بالذنب ولم يهتك استوياسما يا سامي الأسر Votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV.